السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم كده التونه الجميله دي زي ما انتوا شايفين كده، مغسوله ومتنضفه كويس جدا، ونقعتها في ميه في ملح بليمون بدقيق نص ساعه كده ولا حاجه. يا جماعه اهم حاجه الحاجات دي ننقعها كويس عشان ما يكونش فيها اي ريحه زفاره. ونبدا بقى معانا بالتتبيله بتاعتنا، كمون وكزبره وملح وفلفل احمر وفلفل اخضر وثوم وخضره وطماطم وليمون. والطماطم دي يا جماعه مش هنعملها في التتبيله اللي جوه السمك، هنعملها في الطبقه الخارجيه. هتشوفوا معايا كده، تابعوا انتوا هتشوفوا بالتفصيل. اول حاجه هنجيب معانا الكبه كده، او عايزين تدوها في الهون مثلا او اي حاجه عندكم مفيش مشكله. وننزل بقى فيها الخضره والثوم والفلفل والبهارات بتاعتنا، واللي نعصر عليها عصره الليمون كده بالشكل ده. اهم حاجه ليمون يا جماعه. ونبدا بقى نفرم بقى معانا كل الحاجات دي كويس جدا لما يكون معانا الخليط ده ناعم خالص، زي ما هتشوفوا كده اهو معايا اهو ما شاء الله. ده شكلها. هنبدأ بقى نجيب التونة دي معانا ونحشيها. ونيجي نحشيها يا جماعة ما منهاش على الاخر عشان ما تفضيش مننا في الزيت. زي ما انتوا شايفين معايا كده بالشكل ده هنبدأ نحشيها كلها. والتونة دي يا جماعة طعمها جميل جدا جدا، بس اهم حاجة تتاكل وهي سخنة، بتكون بتقرمش كده مع التتبيلة اللي هنعملها في البقرة دي. اتمنى الوصفه تعجبكم يا جماعه. واذا عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. هنبدا بقى الطبقه الخارجيه اهو. هنبدا بقى الطماطميتين اللي كانوا معانا في الاول نبدا نقطعهم عليهم قطع صغيره كده. بس اهم حاجه يا جماعه تحطوها على السمك وتاكلوها على طول، ما تسيبوهاش عليها عشان لو عايزين السمك بقرمش. اما لو عايزينه طري كده الطبقه الخارجيه بتاعته عادي كلوها براحتكم. واهو كل الكميه معانا زي ما انتم شايفين كده. ونجيب معانا بقى الدقيق اللي هو هنعمل بيه الطبقه الخارجيه. كوباية من الدقيق كده، عليها معلقة من النشا وكمون وملح وشوية كركم كده. ونبدأ بقى نقلب بقى معانا كل الحاجات دي كويس مع بعض. مش على الخطوات دي يا جماعة زي ما انا بقول كده، وان شاء الله هتظبط معاكم، هيكون طعمها جميل. هتدوقوا طعم تونة ما دوقتوش قبل كده. لذيذ كده، والتركات بتاعته بسيطة وجميلة. هنبدأ بقى نجيب معانا اهو شوية من المية في طبق كده. المية دي جميلة يا جماعة جدا، بتخلي التونة معانا تقرمش بالشكل ده اهو. نبدأ نعملها كده، نضغط عليها ونحطها في المية ونرجع نحطها تاني في الدقيق زي ما انتوا شايفين معايا اهو بالشكل ده. اول واحدة والتاني واحدة اهو بنحطها الاول في الدقيق ونظبطها كده ونرجع نحطها في المية ونضغط بقى عليها بالدقيق بالشكل ده اهو يا جماعة. زي ما انتوا شايفين بسيطة جدا ومبتاخدش وقت وطعمها جميل. بوريكم كذا واحدة اهو معانا اهو. اول حاجة اهو زي ما انتوا شايفين كده بنضغط على الدقيق بتاعنا. الدقيق اللي بيكون الطبقة اللي بره دي بيكون طعمها جميل جدا، هتعجبكم بإذن الله اهو زي ما انتوا شايفين معايا. اتمنى الوصفه تعجبكم يا جماعه. واذا عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. عملت معانا اهو كل الكميه بالشكل ده. هنجيب معانا نحطهم بقى في الزيت. هنجيب بقى معانا طاسه وننزل فيها بقى التونه بتاعتنا دي بالشكل ده. واهم حاجه الزيت يكون معانا ساخن شويه. وبعد كده نهدي عليه النار، وزي ما انتم شايفين كده اهو بعد قلبتها. هي الطبقه ظاهره معاكم اللي هي فاتحه شويه، بس ده الاضاءه معايا، بس هي كان لونها مظبوط. وانتوا عايزين تغمقوها شويه عن كده مفيش مشكله، بس هتنشف معاكم. هنعمل بقى الرز. حله على النار فيها 3 4 معالق من الزيت وبصل، بصلتين كبار كده يا جماعه. الرز الصياديه ده بحب البصل. ونبدا بقى كده نقلبه كل شويه لما يدبل معانا خالص اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو معايا. اه خلاص بدأ يدبل. هنحط بقى معانا معلقة من السكر كده يا جماعة. كراميل السكر ده جميل جدا وبيدي طعم جميل جدا في الرز يا جماعة. ولو انتوا مثلا مزودين الكمية، انا طبعا عاملة حاجة بسيطة، انتوا لو مزودين زودوا الكميات طبعا. ونحط بقى معانا كوبايتين من المية كده بالشكل ده، ونسيبهم يفوروا 5 دقايق كده من البصل بتاعنا. ونحط اهو معلقة من الكمون، ومعلقة دي صغيرة، معلقة صغيرة، من حتى معلقة كبيرة، ومعلقة من الملح اهو زي ما انتوا شايفين ما شاء الله شكلها عامل ازاي، والبصل والصوص بتاعه شكله جميل ازاي. هنبدأ بقى ننزل عليها بقى بالرز بتاعنا. واهم حاجة يا جماعة ما نكترش المية زي ما بقول كل مرة، عشان الرز بتاعنا يكون مفلفل وجميل اهو. يا دوب الرز المية ظاهرة من الرز كده بالشكل ده. وندوق الرز طبعا لو محتاج اي حاجة نزود. وده شكل الرز معانا بعد ما المية نشفت من عليه. نهدي بقى النار خالص ونسيبه بقى على نار هادية يستوي براحته اهو يا جماعة. وزي ما انتوا شايفين كده هو شكل التونة بتاعتنا بعد ما طلعت. والرز ما شاء الله شايفين الدرجة بتاعته جميلة ازاي. نبدأ بقى نحط بقى التتبيلة اللي احنا عملناها مع بعض في الاول، نحطها على السمك.
لو انتوا حابين تاكلوا السمك مقرمش تاكلوه ساخن كده بالشكل ده، اما لو حابينه يكون بارد طري كده فهتسيبوا التتبيله عليه شويه. اهو يا جماعه زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله، وصفه جميله وسهله وبسيطه هتعجبكم باذن الله. والرز معانا شايفين الدرجه بتاعته عامله ازاي، ورز مفلفل وجميل. اتمنى الوصفه تعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.